النادي الأهلي أعلن التعاقد مع المدافع المغربي الدولي أشرف داري لمدة 4 سنين قادما من نادي بريست الفرنسي تعويضا لرحيل محمد عبد المنعم. خبر طبيعي جدا، خبر عادي، خبر كلنا عارفينه وعرفناه من مدة طويلة كمان. ولكن اللي مش طبيعي ومش العادي إن الكاف ينزل الفيديو ده على صفحته الرسمية. قلبي مسلم ليكي عاشق من أولها. وهنا يجي السؤال المهم، هو ليه الكاف بيعمل فيديو دعائي لانضمام احد اللاعبين للنادي الاهلي؟ واشمعنى النادي الاهلي؟ يعني هل الكاف بيعمل كده مع كل الانديه الافريقيه، الوداد، الرجاء، الترجي؟ طبعا لا، الكاف ما بيعملش كده مع كل الانديه الافريقيه. يعني مثلا ما شفناش لعيب انضم للوداد او الرجاء او الترجي الكاف عمل لهم فيديو دعائي. الكاف ما عملش كده غير مع النادي الاهلي بس. الله، طب اشمعنى بقى النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي على راسه ريشه ولا ايه؟ هو النادي الاهلي فوق الانديه الافريقيه يعني؟ ولا ايه الحكايه بالظبط؟ عايزين نفهم ايه الحكايه. هل مثلا يكون الاستاذ مصطفى مراد فهمي والكابتن شطه ليهم يد في الموضوع ده زي ما كان ليهم يد في لقب نادي القرن للنادي الاهلي؟ ولا هل مثلا الكاف عايز الناس في افريقيا تنام فرحانه ومبسوطه فبيعمل فيديو دعائي لانضمام احد اللاعبين للنادي الاهلي، زي ما في ناس في مصر بيسعوا ان النادي الاهلي دايما يكسب مباريات ويكسب البطولات علشان في ناس في مصر عايزه تنام فرحانه ومبسوطه على راي عفيفي؟ طيب ايه الحكايه؟ ليه الكاف بيعمل كده؟ ليه الكاف بيعمل فيديو دعائي لانضمام احد اللاعبين للنادي الاهلي مع ان ده شيء طبيعي وبيحصل في كل الانديه الافريقيه؟ هقول لك من الاخر ان النادي الاهلي يا جماعه مهكر الصفحه الرسميه للكاف، وبمجرد النادي الاهلي ما اعلن على الصفقه على صفحته الرسميه دخل الناس اللي هكرت الصفحه الرسميه للكاف التابعين للنادي الاهلي ونزلوا الفيديو الدعائي على صفحه الكاف الرسميه. دي الإجابة اللي عايز يسمعها كتير من الزملكاوية وكتير من الناس اللي بيكرهوا النادي الأهلي. ولكن بقى الحقيقة والواقع إن الكاف يا جماعة بيستفيد من النادي الأهلي. الكاف شايف النادي الأهلي هو الواجهة المشرفة للكرة الأفريقية. الكاف شايف النادي الأهلي هو ريال مدريد قارة أفريقيا. الكاف شايف النادي الأهلي هو الأعظم في القارة الأفريقية. فأي حاجة يعملها النادي الكبير ده لازم يبقى عليها سبوت كبير جدا، زي ريال مدريد في أوروبا بالظبط. الاتحاد الأوروبي بنلاقيه بينزل أخبار كتير عن ريال مدريد، مهتم جدا بتفاصيل ريال مدريد لأنه أكبر نادي في أوروبا. نفس الوضع للنادي الأهلي المصري. النادي الأهلي المصري هو أكبر نادي في أفريقيا، فبالتالي أي حاجة يعملها النادي الأهلي المصري وأي تعاقد يجيبه النادي الأهلي المصري لازم يبقى عليه سبوت كبير جدا من الكاف. والكاف يا جماعة بالخطوة دي بيكسب كتير جدا، لان فيديو زي ده هيحقق ملايين المشاهدات اللي هتجيب للكاف دخل كبير جدا. فالكاف ذكي، بيعرف يستغل شعبية النادي الاهلي كويس، بيعرف يستغل قوة النادي الاهلي على السوشيال ميديا وقوة جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا عشان يقدر يحقق اكبر مكاسب ممكنة. وكمان عارف قيمة وقدر النادي الاهلي وبيهتم بالنادي الاهلي لان هو الاول على مستوى القارة الافريقية، هو ريال مدريد افريقيا، هو النادي الاكثر بطولات، هو النادي الاكثر شهرة على مستوى القارة الأفريقية. فلازم تهتم وتركز مع كبير القارة دي. دي الإجابة بمنتهى البساطة اللي مش هتعجب ناس كتير جدا. السلام عليكم.